السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عالسلامة، مرحبا بالناس الكل، وأهلا وسهلا بكل من يشاهد الفيديو، ونرحب برشا برشا بالمتابعين الجدد اللي لحقوا بينا المدة الأخيرة. نحب نقول لكم اليوم جبت لكم وصفة سهلة على الآخر، وصفة تونسية ومعروفة خاصة في فصل الشتاء، بما أنها مرقة الجلبانة اللي تتوفر برشا في الشتاء وتكون فريشك وبنينة. مرقة الجلبانة بأسهل طريقة وبأبسط طريقة، ناخدو حبة بصل ونقصوها مفرومة، نقصوها مكعبات، ناخدو طنجرة نحطو فيها 4 ولا 5 مغارف زيت، أي نوع من الزيت اللي نتوما تفضلوه، يعني تحبوا زيت زيتونة ولا زيت قطانية. نزلوك البصلة ومباشرة نخليوهم حتى دقيقة، ومن بعد نحطو عليها اللحم. على فكرة الطبخة هذه تجيب الدجاج، تجيب اللحم البقري، تجي بالسوبيا تجي بنينة، تجي روعة. أنا نحبذها بالسوبيا بس سامحوني، للأسف ما لقيتش هنا، ما لقيتش قد ما لوجت على السوبيا، ما لقيتش حتى باللحم العلوش تجي بنينة. نخليه يتقلى على الجهتين، ومن بعد نخلطوا عليهم 3 معالق كبار طماطم، ونحطوا الفلفل الأكحل، التابل، الكركم، الفلفل زينة، وطبعا الملح. على فكرة الكمية هذه تعادل رطل جلبانة مقشرة يعني. حطوا لها شوية ماء باش تتقلى، وخلطوها التوابل كلهم في بعضهم. كي نحسوها شاحت وهي قاعدة تتقلى، نكملوا لها شوية ماء آخر، دوب شوية نصبو. وإذا تقليت عنا ناخدو نمرقوها باش نخليو فرصة لك اللحم باش يطيب وعلى راحته. من جهة أخرى ناخد شوية معدنوس، ناخدو حزمة معدنوس ونقصوها جويد، طبعا مش الكمية هذه كل باش نحطوها، باش نحطو منها شوية. نجيبو الجنارية، فما جنارية تتباع جاهزة بالطريقة هذه في أكياس وتكون مثلجة، وفما الجنارية الفريش اللي احنا نحيولها كل الأوراق بتاعها ونحطوا لها في ماء وقارص باش ما تكحالش. أول ما نشوفوا اللحم تقرص وطاب، نزلوا على طول بالجنارية ونزلوا على طول بالجلبانة، وخليولهم وقت تقريبا نص ساعة حتى لين يطيبوا. وطبعا عينكم ميزانكم، اهو كمسوها هكا بيدكم ولا بصبعكم تحسوها اللي هي طرات. اول ما تشوفوها طرات ننزلوا المعدنوس والفلفل، هذايا بعد ما طابت الجلبانة والجنارية. طبعا بعد ما نزلنا المعدنوس والفلفل تقريبا 10 دقائق لين ما يهباو ويدبلوا، تكون الطبخة بتاعنا هنا كملت وحضرت. ما شاء الله على ريحتها قداش مفحفحة. الجلبانة معروفة في الشتاء تكون فريشك وطعمها أبن. نعملوا عليها رشة معدنوس إذا تحبوا طبعا. هذه من أبن الأطباق التونسية اللي ممكن تذوقوها. كما شفتوها ما فيهاش ولا مراحل، سهلة على طول، حتى تكون مستعجلة ولا أي شيء ممكن تطبخها في أي وقت. واللحم هبط زبدة هنا. وكان عجبتكم الوصفة يا ريت تشجعونا بلايك، وإذا فما أي اقتراحات أو أي نقاش عنا التعليقات، وأنا نتواصل معكم عبر التعليقات. يعطيكم الصحة، وصلتوا لآخر الفيديو. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم إن شاء الله.